قعدنا نقول وسام ابو علي في 11 ماتش جايب 10 اهداف، وقارناه بكل مهاجمين النادي الاهلي كلهم مش واصلين لعدد اهداف وسام ابو علي. والله يعني انا اسفه لكم، في فيديو فات انا طول الفيديو بتكلم عن وسام ابو علي وعن انه في 11 مباراة سجل 10 اهداف، سجل 8 وصنع 2، وارقامه بكل مهاجمين النادي الاهلي، والنادي الاهلي مفتقد مهاجم زي وسام ابو علي. وقتها في الماتش اللي فات وسام ابو علي طلع ترند بسبب الهدفين اللي سجلهم، اللي ولا اروع، هدف برأسية زي هدف هالاند، والهدف التاني كان صاروخية ما حصلتش. بس احنا طبعا عارفين ان العين بتفلق الحجر. وسام ابو علي بقى فريق كولومبوس كرو كان بيلاعب اورلاندو، وتعرض لاصابه قويه جدا في الدقيقه 35، وقعت وسام اتشال على نقالة، كان مغطي وشه وهو طالع من الملعب. الوقعة دي كل الناس قالت خلاص ده صليبي، ولكن الناس كانت بتتمنى انه ما يطلعش قطع في الرباط الصليبي عشان يعلن وسام ابو علي النهاردة. وبينزل حقيقة بوست مؤثر جدا عن اصابته، وقال ان هو تحدي صعب ولكن ان شاء الله يقوم اقوى منه ويرجع اقوى. شكر كل زمايله طبعا، وقال حاجة جميلة جدا في البوست: مع الاصابة دي انا بتذكر كل الاطفال وكل الناس اللي بتمر بظروف صعبة، وقعد يتمنى لهم الشفاء. فبتبقى صعبة جدا لما اصابة تيجي للاعب في عز مجده، في عز ما العالم كله بيتكلم عنه، في عز المبالغ المالية الكبيرة اللي بتتعرض عليه، فبتبقى صعبة. والواحد بيكون يتمنى ان هو يعدي منها نفسيا قبل جسمانيا، ولكن بعد ما اتكلم ورد وعلق وسام ابو علي بنتمنى ان شاء الله ان هو يرجع اقوى من الاول. وبتمنى تاني برضو ان اشوفه راجع النادي الاهلي.